بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان، يمكن يعني العلم عند الله طولت عليكم. طبعا حبيت بس أقول لكم خلال فترة هذا الأسبوع، يعني بصراحة كنت غايب عن محافظة كركوك ناحية ليلان تقريبا لمدة 4 أو 5 أيام. فمثل ما تعرفون أنا جيت وطبيت العراق أول يوم العيد، وصلت إقليم كردستان. فخلال هاي الفترة اللي بقيتها أني شهر أو أكثر مما يقارب الشهرين، فما زرت لا أقربائي ولا عائلتي، ما زرت كل أحد. ظليت ملتهي بالمزرعة ويا الحيوانات، والحمد لله والشكر اللي الله سبحانه وتعالى أكرم وأفضل وأنعم كل شيء بالنسبة للحياة. وحصدت ولميت التبن وشلت التبن، والحنطة هم شلتها خزنتها الحمد لله والشكر. فرحت للحويجة، ورحت المحافظة صلاح الدين، ورحت للعاصمة بغداد، ورحت المحافظة ديالى. طبعا كل مكان اللي رحت إلى كان عندي يعني فد غاية أو فد مصلحة بهذا الصدد. فبالنسبة لمحافظة ديالى، مثل ما تعرفون محافظة ديالى يعني خاصة الجوبة مالتها يعني تمتاز بأنواع الحيوانات. أنا كانت روحتي خصيصة، يعني كل هاي الجولة كنت حاط بالجدول مالي أو السيستم مالي بأن لازم أزور محافظة ديالى، حتى مثل ما تعرفون أجيب لي فحل أو تيس للمعزات. فالحمد لله والشكر رحت هم زرت الأقارب محافظة ديالى. ويوم الاثنين هم رحت للجوبة، لأن المعارف على محافظة ديالى يوم الاثنين والخميس تنفتح الجوبة مالت الحيوانات. اي فالحمد لله والشكر اللي الله وفقني سبحانه وتعالى عز وجل، وجبت لي وجبة من الذبايح اللي هن 4 معزات أفغانيات وتيس بكري. هذا التيس مثل ما تشوفونه قدام عينكم اخوان، هذا التيس جذع عمره 1 سنة. والأفغانيات اللي جبتهن تقريبا هم أعمارهم فتيات، يعني مثل هذا التيس اللي تشوفونه هم فتيات. هذني 2 من عتن مثل ما موضحات قدامكم بالصورة، وهاي الثالثة من طيق وفاها لكم، الرابعة تاهت علي الرابعة. هن 4، هاي 1 2 3 4 مثل ما تشوفون. هاي مثل ما تشوفون ذن 2 اخوان، 3 العفو أفغانيات، وهاي الرابعة مالتهن. وهذا التيس اللي إن شاء الله إنه يكون نسله مثله. فأخوان ذني الأفغانيات كنت حتى أصور لكم إياهن من قريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح بهن البركة ويبارك بهن إن شاء الله.
فهذه وحدة من عندهن. المعز الأفغاني طبعا إخوان يتميز يعني بالنسبة للحليب، كثافة الحليب وكثرة التوائم. يعني أنا شفت وحدة من عندهن كانت والدة 4، فإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى راح أكثر القطيع يوم بعد يوم مع ستر الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أول وتالي. لأن أنا مثل ما تعرفون ما أدري قايل لكم أو ما حاكي بصدد هذا الموضوع، فإن شاء الله إن شاء الله حسب المخطط اللي أنا راسمه بخيالي، يعني أجيب لي فد عن القطيع أخليه يصير من 40 إلى 50 راس، 50 راس من المعز، وأخليه يعني إن شاء الله راح يصير كبداية مشروع مغلق بالنسبة لي. يعني لا أبيع من عنده ولا أغلقه، خلاص مثلا أخذ العدد اللي يكفيني وأغلقه. فبس الفحلة الذكورة أبيعهن، والنثايا أبقيهن حتى في سبيل التكاثر إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. فحبيت بس يعني أوضح لكم الصورة. وهاي مثل ما تشوفون هذا المعز ممرح وسارح وطاش بالجلة. وهناك مثل ما تشوفون هاي الوجبة الأولى من الوز أو البط اللي سارح. طبعا هسه الدنيا فجر، يعني أنا ورا ما صليت صلاة الفجر والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، فظليت قاعد قلت خل أقوم أطلعهن، عليش مبقي هنا الحواوين بالصيرة، فطلعتهن. فأثناء إخوان يعني روحتي المحافظة بعقوبة التقيت بأخ أنا طبعا كنت أتابعه من أحد المتابعين اللي هو ماجد الطليحي، الأخ ماجد الطليحي أبو أحمد. فالتقيت به عند الأخ أبو أمير. طبعا الأخ أبو أمير معروف والعلم عند الله على مستوى العراق جاز الله أعلم، أو يعني الرجل أنا بصراحة الله ما يقبل، استقبلني استقبال وما قصر وياي، وخاصة لما عرف بأن أنا جاية من كركوك يعني متقصد الشوفته واريد اشوف، قلت اريد اشوفه حلاله، ورحت شفت حلاله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، حلاله جدا راقي ما شاء الله ونظيف، والرجل سموح وكريم. اي فالحمد لله والشكر اللي الله وفقني واخذت من عنده 4 معزات اجذاع، يعني هن مالات هالسنة بعدهن ما والدات، واخذت من عنده التيس البكري. فاثناء طبعا انا من خلال قناة الاخ ابو احمد ماجد الطليحي، يعني حافظ شكل الاخ ماجد والاخ ابو امير وعند المكانة وين. فرحت اول ما رحت توجهت لهم، لان اعرف ابو احمد اول ما يبدأ بتصوير الفيديو او الحلقة راح يروح، اول ما يروح على الاخ ابو امير. فسبحان الله رحت ولقيتهم هناك والرجال ولو هم الاثنين خيرين، واحد اخير من الثاني،
وكلكم انتو بيكم البركة. فسووا وياي لقاء تقدرون تشوفونه على قناة الأخ ماجد الطليحي، فالتقيت بيهم وصار تبادل بالحديث. الناس ما قصروا والله يجزيهم خير. فأخوان، هذا الكلام اللي راح أقوله يجوز خاص وموجه للناس اللي تعرف بالرعية، يعني السراحة مالت الحلال والذبايح. أحلى موقف أو أحلى فقرة اللي يشوفها هو الراعي ويرتاح لها لما يشوف الغنم مالته أو المعزات مالته طاشة وجاي تسرح وقاعد هو، يعني هن الحواوين ملتهيات بالأكل وهو يمتع ناظره بهذا المنظر الحلو. فمثل ما تشوفون الحواوين طاشة وجاي تسرح، وهذا الباط أو الوز هم قدام عينكم هم طاش وجاي يسرح. طبعا جاي يلقط الحب مال الحنطة اللي واقع بالأرض أو السبلة اللي واقعة من الدراسة أو اللي مديوسة قبل الدراسة وواقعة ويا القاع وما تقدر، ما قادر اشيلها الطبلة مالت الدراسة. فجاي يلقط مثل ما تشوفون، يمد منقاره بين الجيل او بين التراب ويلقط الحباية مالت الحنطة. طبعا اخوان، واحد من المتابعين احمد النداوي من سكنة تقريبا نقدر نقول الراشدية او قميرة اطراف بغداد، الله يجزيه خير ويكثر خيره هو والعائلة وابوه. طبعا عن طريق القناة خابرني على الواتساب، وهو الله يزيد من خيره ان شاء الله. فهدالي 9 أو 10 فسايل نخل، فوالله ما اعرف شلون اشكره، الله يجزيه خير كل اللي اقدر اقوله. فذن الفسايل هذه نوعيتها تبرزل مثل ما تشوفون، هاي النوعية تبرزل، هذه بالليل زرعتها. وهاي الثانية خلنا نشوف نقدر نلقي اسمها او نوعيتها، ما تبين. هو طبعا الله يجزي خير كل فسيلة او نخلة كاتب عليها نوعيتها، فهذه ما ادري، ما مبين اسم هايانها. شوفوا اخوان، وين توني شفتها والله يان. هذا هم تبرزل مثل ما تشوفون موضح امامكم، هذا هم تبرزل. وهذن النوعيات البقية هذه خضراوي مثل ما تشوفون، هذه مكتوب عليها خضراوي. وهاي هم خضراوي، وما اعرف البقية ما جاي اشوفها والقي اسماءهن اللي مكتوبة عليهن. فالله يجزي خير. ذنيش مثل ما قلنا هناك 2 زرعناهن انا وابو مصطفى بالليل، وظل ذن 6، فان شاء الله راح هم نلقي لهن مكان، نختار لهن مكان. الظاهر هن 8 ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. فان شاء الله راح هم نزرعهن ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى.
الله يجزيه خير ويبارك برزقه. هذا الحوض القديم مثل ما تشوفون اخوان، اليوم الحمد لله والشكر انتهى العمل به وتطبق كاشي مثل ما تشوفون. يعني ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. يعني طلع حلو، ومساحة المي راح تكون عندنا الخزين اكثر من قبل ان شاء الله. فهسه اني واخوي ابو مصطفى جاي ننطيه مي، لان اليوم يلا خلصوا التطبيق ماله، فجاي نسقيه ننطيه مي شوية حتى تعرفون يعني مسألة الاسمنت او البلوك يعني ورا البناء لازم ينطى مي. وهذا مثل ما تشوفون ابو مصطفى منا جاي يدلي بالمي ويسقي هاي الجهة مالت الحوض. يعني مثل ما تشوفون اخوان، والحمد لله والشكر راح يصير عندنا خزين هواية من المي، وان شاء الله ايش نزرع نظل مسيطرين باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى الشغل يعني مرتبط بالنسبة للكهرباء، يعني مثل ما تعرفون كل ما نوجدت الكهرباء نقدر نشغل الغطاس ونترس هذا الحوض. ومنها مثل ما تشوفون اكو فتحة هنا الله يعز طالعة من هاي الجهة، هذا البوري، فراح نوصل توصاله من هذا البوري لذاك البوري حتى مستوى المي يصير واحد من هذا البوري مثل ما قلت لكم. هذا تشوفونه قدام عينكم، راح نجيب له توصاله من هاي نمده وين الماطور ذاك مشكل، فيصير عاد مستوى المي واحد ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. هذا البير اللي صبيناه مثل ما تشوفون، وهذا الثاني اللي سويناه اخر شي. وحدها لازم وياها حد فحل هذا.
هاي نفس الشركة ونفس النوعية اللي جبتها وديتها زرعتها بالعراق. هاي نوعية الطماطة. شوفوا اخوان، تطلع بهذا الشكل وعلى حجم اكبر. هذا سعرها ب2.29 سنت. والنوع الثاني الطماطة اللي اخذته هذا النوع الثاني، هذا سعره ب2.5 تقريبا. هذا على الوزن يبيعونه، العلم عند الله. هذا 500 غرام، 500 غرام. هذا ب2.5. راح اشوفكم الخيار اللي اخذته وزرعته بالعراق. وهذا الخيار اللي هم زرعته، شوفوا شلون نوعية. هذا ب5 إلا سنت، يعني 5 يورو إلا سنت اللي زرعته. هذا الخيار الموجود هناك بالعراق. وهذا الشجر او النوع اللي نسميه حج احمد او شجر او قرع، هذا النوع الثاني اللي زرعته همينه. هذا هذا هم الكيلو بيورو 79 سنت. نفس هذن الشغلات اللي صورتهن اخذتهن بالعراق، طبعا نفس الشركة. وهذا همينه شوية تازة يعني فريش. هذا الاثنين، العدد 2 من ذن الشجر بيورو و99 سنت. هاي نفس الشركة ألمانية اللي هي شركة ليدل، شركة ألمانية. نفس الماركة ونفس النوعية اللي أنا أخذته وزرعته بالعراق.